عاجل. واقعة أليمة ومحزنة هزت مكة المكرمة اليوم، حيث قام معتمر جزائري بإنهاء حياة 2 معتمرين من زملائه داخل غرفة بفندق السريجي، والتي كانوا يتواجدون بها، ثم هرب إلى واجهة غير معلومة قبل أن تعتقله الشرطة. المعتمرون الثلاثة من إحدى الولايات الجزائرية، وتشير المعلومات الأولية إلى أن السبب راجع إلى شجار وقع بين الجاني وزملائه بداخل الغرفة انتهى بإنهاء حياة الاثنين. وحلت الشرطة السعودية إلى الفندق على وجه السرعة، حيث عملت على نقل الضحايا إلى مستشفى المدينة وفتحت تحقيق لتحديد دوافع وأسباب الجريمة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الجزائر الواقعة الأليمة بكثير من الاستغراب والحزن.